حسنية أكادير الذي بصم على مستويات طيبة جدا. كثيرون لا يرشحون هذا النادي، ولكن بإصرار المجموعة وكذلك بالمساندة الجماهيرية الكبيرة خاصة من الجماهير الأكاديرية الحاضرة بقوة هنا بملعب أدرار لمناصرة الفريق ومتابعته في هذا المشوار الأكثر من رائع على الصعيد القاري. حسنية أكادير يخطف الأضواء، نعم، لأنه لم يكن مرشحا للتواجد في هذا الدور، ولكن ذاك الثنائي الهجومي اللي تابعناه كثيرا في مباريات المباراة في انتظار لقاء العودة، على اعتبار أن الزمالك دائما يلعب بلونه. الزمالك خالد بوطيب هناك للاستلام الدولي المغربي. بوطيب اليوم الاستثناء يعود للمغرب، يخسر النزال في مباراة العودة. تمشي الكرة أكاديرية في هذه اللحظات من الصديقي، يعكس من فرصة في اتجاه يوسف الفحلي، هو المتابعة بعد ذلك من محمود قنش حارس المرمى. قنش الثانية، هذه الركنية تجاوزت الخط. أول محاولة جلال الدودي القائد، نعم، مهاجمات نادي حسنية أكادير عاد مجددا. أمين الصديقي يعكس بهذه الطريقة في اتجاه يوسف الفحلي لبعد من المدافع الأوسط. بعد ذلك جاءت التسديدة، هذه التسديدة نادي الزمالك المصري. يتعلق الامر الرياضيه في هذه المواجهه الحسنيه، المطالب بالضغط والمطالب بان يكون منظم والا يرتكب. الزمالك المصري تصدر المجموعه الرابعه على حساب كورماهيه، وكذلك نصر حسين داي الجزائري. مجموعه مغربيه، اوتو تويو من الكونغو، بطاقتان مغربيتان، الاولى للبراكنا والثانيه التي تجعلنا نقول بان براكنا وضعوا القدم الاولى. فرصه يوسف، يلا يوسف، فرصه جول! غير معقول، لقطة عجيبة وغريبة يا تامر يا سيام. ماذا ضيعت في هذه الهجمة؟ أول شوف الإعادة، يوسف الفحلي هو متواجد في وضعية سليمة. تامر السيام ماذا ضيعت؟ فرصة خطيرة، فرصة خطيرة، كان ممكن الحسنية يتقدم في نتيجة المباراة. شوف هنا يوسف الفحلي يتفوق على المدافع الأوسط محمود على. بعد ذلك تامر السيام، غريب 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 يا تامر، غريب جدا يا تامر يا سيام. أمام المرمى الفارغة تضيع فرصة التقدم للفريق السوسي. اللاعب الفلسطيني محمود عبد الرحيم قنش يا كاموندي أمامنا على الصورة. البعض يدير، ولكن أنا أقول بأن الحسنية الحافز اليوم صار أكثر بعد تأهله إلى الدور الربع النهائي. لما لا؟ تقريبا هذا هو الرسم التكتيكي لمودكا، اللاعب المغربي، ولا ننسى فرجاني ساسي اللاعب التونسي. بينما كرة أمامية لفائدة الحسنية، الفحلي والتسديدة، الونش، سلاح التسديد لعناصر الحسنيه امام جيما ابا جفار. تامر السيام يرفع كره الزمالك المصري. هذه الاعاده مره اخرى لابعاد والمتابعه للكره الثانيه عن طريق اللاعب زوير باليمنى قويه مع الجيش الملكي عندما قابل ليكون من المشاركين في الكاس العالم 36. المهدي اوبيلا، تمشي الكره اماميه، ياسين الرامي يرسل اماميه اليمنى، فرصه رفع الكره داخل منطقه الجزاء بالراس ممكن، لكن الدفاع بقياده محمود عامر. الكونفدراليه الافريقيه لا ننسى الاماميه في اتجاه من متابعه من يوسف الفحلي. هناك صافره وخطا بالفعل، خطا نعم كان واضح. المفارقات العجيبه في الدوري المصري هو ان محمود علاء هو هداف الدوري حتى الان، يعني مدافع هو هداف الدوري المصري، وهذا نادر الحدوث في حتى الانديه الكبيره. هذا يذكرنا بجلال الداودي لما كان مدافع حتى الان 12 هدف في الدوري المصري. جلال الداودي يرفع الكره، فرصه جول! فرصة الثانية، وهو الهدف الذي أهل الفريق السوسي إلى الدور الربع النهائي. هذه الإعادة مجددا، يرفع بشكل ممتاز جلال الداودي، عبد الآلي الخنبوبي هنا. يلا يا تامر، بنية ممتازة يوسف الفحلي. الفحلي ماذا يفعل؟ لاعب اللي تألق هذا الموسم والدليل حضوره مع المنتخب المحلي ومنتخب. لذلك اهم شيء بالنسبه لكاموندي وللاعبي الحسنيه اكادير هو عدم الوقوع في الاخذ. مرمى ياسين الرامي، اكيد نهائي دوري ابطال افريقيا 2011، بينما فرصه التسديد مره اخرى المتابعه، لكن في نهايه المطاف قنش يقطع الطريق. هداف الدوري المصري، بينما هناك اصابه، اكيد سنشاهد تعادل. هذه الاعاده مره اخرى، الكره هي الماضيه، التحضير من زوير وادريس فيها لمسه يد. هل فيها لمسه يد؟ وهنا كان مقبوله صراحه، بينما انطلاقه لفائده الحسنيه. فرصه، الاحترام واجب، ولكن لا يجب ان نبالغ في احترام فريق الزمالك لان يزال بها الضربات الراسيه. تلعب الركنيه، فرصه قنش لفائده اللاعب يوسف الفحلي داخل منطقه جزاء. يوسف يقطع له الطريق محمود حمدي، دائما اكاديريه مرفوعه لكن لمن طيب، ويعيد الهجمه لفائده الحسنيه.
رائعة هذه التسديدة. تامر الصيام كان قريب من هدف ثاني عاد مجددا باليسرى. نعم بحث عن الزاوية 90 لم تذهب بعيدا. كم هي جميلة هذه اللقطة، كم هي جميلة هذه التسديدة أمام هتافات الأنصار. تتعالى الأصوات وتطالب الحسنية نعم بالهدف الذي طال انتيس بنان يتوصل بها. هل يرفعها تسديدة لكن بعيدة بنادي حسنية أكادير. كرة مرفوعة هذه في القائم الثاني. فرصة جول هذا مرة أخرى. الكرة مرفوعة بهذا الشكل ومتابعة أجمل من طرف عماد الكيماوي، ولكن حارس المرمى غطى عليه تماما، غطى الزاوية وبالتالي خرج الكرة للساحة. يصعد من أجل فتح المجال البقية لكن تصر 40 متر. يعني شوف الإعادة من هذا المكان صعب أنك تسجل هدف، وبالتالي كان عندك المجال أنك تمرر عوض أن تلعب الكرة لوحدك وتسي ويدخل اللاعب كريم البر عني الميادين بسبب الإصابة، بينما كرة أمامية الفحلي وتامر الصيام. تابعت هذه اللقطة مرة أخرى. هنا الفحلي لست أدري لماذا تردد كان في المتابعة. ننتظر بأن الحسنية سيحافظ على اللي مكن الحسنية من التواجد في الدورة الرباعية. جلال الداودي يلعب الركنية. المتابعة في القائمة الأول. فرصة جول غير معقول. مرة أخرى الحسنية يضيع الهدف عن طريق عماد الكيماوي. ما أخشى أنه الحسنية يندم على تضييع مثل هذه الفرص. هنا في القائمة الأول الخنبوبي يرفع على القائمة الثاني من دون رقابة. عماد الكيماوي براسية. شوف الإعادة. هنا اللمسة كانت حاضرة منك يا عماد الكيماوي وبالراس مرت عالية بسنتيمترات. يا من فرصة ويا من محاولة عن طريق اللاعب. مطالبة بوجود خطأ. الحكم يقول واصل وما فيهاش خطأ. ترجع مرة أخرى أكاديرية مع ضغط عالي للفريق السوسي في هذه اللحظات. التمريرة بصعود ويجازف ويدخل اللاعب الغايب منذ مدة كريم البركاوي. عرضية في اتجاه يوسف الفحلي. الفكر مجددا كرة اللاعب يوسف في القائمة الأول، والتدخل من طرف محمود علاء المدافع على وسط هداف الزمالك على مستوى الدوري المحلي، وبه نعم محمود علاء يلزم الإيقاع على الكرة في مناطق نادي الزمالك والبركاوي اللي أكد جاهزيته لهذه المباراة. طبعا كان متوقع أنه لن يكون أسد. مشاهدينا الكرام نعم الفخر، نعم بذات الفخر عندما توج بلقبين في الدوري في المجموعة، وقوته كذلك في جمهوره الحاضر اليوم بكثافة، وأيضا مع هذا الملعب الجميل استقبل أهداف كثيرة، ولكن مع كاموندي خلق توازن بين الخطين، بين خطي الدفاع وكذلك الهجوم. لا ننسى بأن حسنية أكادير كان عيبه في السنوات الماضية والدفاع في هذه اللحظات. اللاعب السابق لفريق المصري البورسعيدي يحقق لفائدة فريق الزمالك المصري نعم مركز الرابع، ولكن لا ننسى بأن الحسنية عنده مباراة مؤجلة أو مباراتان مؤجلتان. الحسن لا نترك المجال لعناصر الزمالك للتقدم والاقتراب من مرمى الحارس عبد الرحمن الحواصي. الحكم صفر خطأ في هذه اللقطة. نعم لا مجال للتراجع بالنسبة للحسنية. أعرف بأن الحسن قادر على أن يلعب بنفس الرتم منذ البداية حتى النهاية، وبالتالي على الحسنية طنجة رغم أن الاتحاد قدم مباراة كبيرة هناك في مصر ولكن خسر في النهاية. حذاري من مثل هذه الكرات. الضربة الحرة الجانبية لإعادة مجددا. الخطأ المرتكب من لاعب وسط الميدان طارق حامد، بينما هنا المرة الوحيدة التي صعد فيها نادي على ما يبدو سيكون هناك انذار بالفعل. انذار بالفعل لواحد من لاعبين الداودي. يرفع جلال محمود علاء يجاز يوسف مراقبة من 3 لاعبين. جلال الداودي كان ممكن ترفع يا جلال. وسيلة ممتاز. الخنبوبي بخارج القدم ممتازة. فرصة الهدف من جديد. هدف يا عمادي الكيماوي. تكررت اللقطات يا عمادي الكيماوي قبل المباراة واثناء المباراة وحتى بعد المباراة. هذه الإعادة مجددا.